تخيلي هتتخيلي ان شاء الله. تخيلي ان انا عارفه ان انت سمعتي كميه فيديوهات لتعليم الفسيخ وازاي تعملي الفسيخ ناجح في البيت وازاي تعملي مشروع فسيخ ناجح في البيت، لكن دايما ما حدش بيديك المعلومه كامله، ودايما مفيش حد بيجاوب على كل الاسئله اللي انت نفسك حد يجاوبك عليها. انا في الفيديو ده ان شاء الله هجاوبك على اي سؤال تتخيليه مهما يكون بسيط، ولو في حاجه نفسك تعرفيها اكتر واكتر هتكتبي لي في الكومنتات وبرد عليك على طول. بس كملي الفيديو وشوفي وهتعرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بعد العيد كده وبعد اللحمة والناس زهقت من اللحمة، اوردرات الفسيخ. ده اوردر فسيخ مطلوب مني وانا قلت اعمله معاكم تاني وتالت. كمية اسئلة بتجيلي على الفسيخ وكمية كومنتات، بس الحمد لله بجاوب عليها كلها. بس انا قلت اقول لكم الكومنتات اللي انتوا بتقولوها لي ايه، واقولها لكم كده في فيديو وتسمعوني بالظبط. اول حاجه ده الفسيخ طبعا السمك البوري اللي راسه مدبب من قدام مش طويل، وبنغسله زي ما قلنا 100 مره. السمكيه دي لها فوق وراسها تحت، بنغسل الخياشيم كويس جدا، وبنغسل البق كويس جدا جدا. نحط صباعنا كده في البق ونطلع اي رواسب فيها، وبتلاقيه بيطلع كده طينه مكان بقى ايه الميه بتاعته كده. تمام. وما بنغسلوش وهو متشقلب. ليه؟ السؤال اللي بيجيلي علشان لو دخل جوه بطنه ميه هيعمل معاكي عفونه وهتبقى ميه زايده ومحتاجه تصفيها. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنصفيها في مصفى زي كده وبنحطها في التلاجة. في الحر اللي احنا فيه ده بنحطه في التلاجة عشان ما يبص وعشان ما فيش اي حشرات تقف عليه. ما ينفعش اي حشرات تقف عليه. وبنحطه في التلاجة ونخلي بالنا كويس. بنحطه قد ايه؟ كذا ساعه كده لحد ما ينزل الميه كلها. طيب طلع من التلاجة بنعمل ايه؟ بننشف السمك كويس جدا بالمناديل كده. بننشف الخياشيم والبق، وبننشف الجلد من بره يبقى آه ناشف خالص زي ما انتم شايفين. السمكيه اللي معايا دي السمكه حرفيا ما شاء الله نص كيلو، مش باينه في الفيديو ان هي كبيره لكن هي حرفيا نص كيلو. انا بطلع الاوردر عباره عن سمكتين، الكيلو فيه سمكتين. اعملوا لايك واشتراك واعملوا لايك واشتراك وما وما تنسوش الكومنت. تنسوش الكومنت. بصوا بقى الاسئله مثلا زي اللي بيجيلي، هو في الصيف دوت بيقعد قد ايه؟ لان في ناس سمعوني في الفيديوهات اللي كانت في الشتاء وانا بقول 10 ايام. في الصيف دوت يا جماعه بيقعد 5 ايام بس. ما تكتروش في الفسيخ اكتر من 5 ايام. اولا هيسيبوا معاكي وهيبقى زبده سايحه. ثانيا هيبقى الملح مظبوط. اكتر من كده هيبتدي بقى يتملح قوي وهيبتدي يبقى ماسك نفسه. ونقطة مهمة جدا جدا وغلطة الناس تقع فيها، السمك لازم يكون فريش وطازة زي ما شايفين كده، فريش جدا. ما ينفعش ابدا ابدا نطلعه من الفريزر ونعمله. حتى لو جمد يوم واحد هيبقى فيه كمية سوائل فيه مش هتنشف مهما عملت فيها. وخلاص السمك من جوه بيبقى خلاص اللحم مسك فيه التلج ويبتدي يبقى مفتفت معاكي ويستحيل هيطلع مشروع ناجح. طيب حد كان بيكتب لي في الكومنتات انا غصب عني شلت الخياشيم ونسيت هيطلع معايا كويس. قلت لها طبعا هيطلع معاك كويس وما تقلقيش، اكبسي الخياشيم كويس من الملح ودي بتطمنيني. طمنتني وقالت لي الحمد لله فعلا كلامك طلع مظبوط وطلع معايا بطريقتك احلى فسيخ. وطبعا الحمد لله يعني الكومنتات هتلاقيها عندكم في الفيديوهات. وقالت لي ان هو عجبها جدا وبتشكرني. طبعا انا اللي عايزه اشكركم كلكم على كميه الكومنتات الحلوه اللي بتجيلي. الناس بتقول لي انا جربنا الفسيخ زي ما انت قلتي، والناس اللي بتطلب مني من المحافظات. بس للاسف لسه ما عنديش مندوب ان هو يوصلكم باذن الله. اول ما يبقى عندي مندوب هوفر كل الطلبيات اللي بتجيلي من جميع المحافظات. حاليا ببعت في الجيزه والقاهره والوادي الجديد، مش بقدر ابعت اكتر من كده. طيب دي الخلطه بتاعتنا اللي كنا قايلين عليها كركم وملح خشن وشطه والورق اللوري. طبعا احنا عارفين احنا مش بنحشي ورق لوري، احنا بنحطه في الجردل او الحاجه اللي احنا بنعمل فيها. بنقلب الخلطه كلها على بعضها ونبتدي نكبس كويس جدا الخياشيم والبق. تمام. حد كان بيسالني احنا ينفع نفتح بطن السمكه؟ لا احنا بنعمل طبعا ناس مش مصريين كتير ايه ده انتوا بتعملوا السمكه من غير ما بتنضفوها؟ ده انت بجد ولا بتهزري؟ ايوه ده بجد. دي طريقه تخليل يا جماعه ايام الفراعنه. هم كانوا طبعا لما يصطادوا ما كانش عندهم ثلاجه ولا حاجه، فدي بالنسبه له كان زي طريقه حفظ. واللي يعرف ان الملح بيجفف اللحوم جدا وبيشيل منها لما بنكبس اللحوم ملح بتشيل منها كل العصاره اللي فيها او كل الميه اللي فيها فبتجففها فبتخليها تقعد وقت اطول. ودي كان طريقه برضو حفظ اللحمه زمان. طيب زي ما هو كده ومليناها
الخلطه بتاعتنا. نروح جايبين الجردل النظيف زي ما شايفين، نظيف ومتعقم جدا، وبتغسليه بميه سخنه كويس، وبتصفيه كويس، وبتنشفيه تاني كويس. طيب انا في حاجه بقى نسيت اعملها، بسرعه اكتبوا في الكومنتات انا نسيت اعمل ايه، وبعد كده كملوا الفيديو. حاجه مهمه برضو، يعني بصوا هقول لكم هي مهمه. لو مش هتكبسي، او في ناس بتعمل في برطمانات فبيبقى عندها فراغ هواء وكده، ايه بقى اللي انا زي ما انتم شايفين ادغدغ، هما بيقولوا عليها مساج بس انا مسميها ادغدغ السمكيه معايا. تمام. بس انا بصراحه طريقتي اللي انا بعملها بتخليني حتى لو ما كنتش دغدغتها مش هتفرق. قولوا لي ليه بقى يا هنا اشمعنى انت يعني؟ عشان انا بكبس الجردل كويس جدا، ما بخليش فيه فراغ، وهتلاحظوا بصوا يعني بصوا كل فراغ هتلاقيني بكبس السمكيه كويس. عشان كده بتنزل عصاره زيوت جامده جدا، هتلاقوا في اخر الجردل كده كميه زيوت في الجردل بسم الله ما شاء الله. دي مش انا بحط رشه زيت بسيطه جدا، مش الزيت اللي انا حاطاه ده، الدهن بتاع السمكه ما شاء الله، كمان عشان السمكه كبيره زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، نص كيلو الحجم، فمطلعه ما شاء الله كميه دهون هايله بصراحه. طبعا الدهون دي بتساعد السمكه من جوه اللحم ان هو يبقى قد ايه مزبد، وقد ايه يعني والله واحده بعت لي كومنت قالت لي انا السمكه مش محتاجه اخليها، احنا اكلناها زي ما هي كده، الجلده ما فاضلش فيها فتفوته. قالت لي حرفيا اللحم كله طالع ما شاء الله الحمد لله، يعني بيبقى زيرو ملح، وبيبقى لونه من جوه بينك جميل. وهنفتحه معاكم ادي كده خلصناه، وبنفضل نحط ورق لوري في بين كل طبقه وطبقه، والخلطه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طيب حد سالني هو انت بتكبسيه حاجه في الاخر او بتحط عليه حاجه تقيله؟ وحد سالني هو انت بتقلبي الجردل؟ دي كلها اسئله مهمه. لا انا ما بقلبش الجردل، لان انا قلت لكم كبساه كويس، ما بحطش عليه حاجه تقيله، كل اللي بحطه عليه طبقه هايله من الملح تاني، بغطي الوش كله من الملح، فالملح دوت بيبقى خشن فبيبقى تقيل، وزن الملح ده بيبقى تقيل جدا يا جماعه. حتى بعد ما بتخلصوا وتشيلوا السمك تلاقي لسه الجردل معاكم تقيل، تفتكروا ان في حاجه، لا هو الملح نفسه تقيل. بصوا متغطي كله، بنسيبه قد ايه؟ 5 ايام. طب يلا بعد 5 ايام اهو، بصوا هتقولي لي ايه ده هو فين السمك؟ اقول لكم طبعا ده كان اوردرات، وانا بصراحه ما كانش عندي وقت ان انا افتح لكم من اول الاوردر، بس انا والله ما فتحت السمكايه الا معاكم قدام الكاميرا، بس انا بعت منه ودوت اللي اتفضل. طبعا كان اوردرات مش هينفع اقول اجلها يوم، كانت ناس حاجزه. وبصوا ما شاء الله كميه الدهون اللي نازله. بصوا بقى تعالوا افتح معاكم بقى كده سمكيه، ده كان اوردر اختي عايزاه، فانا قلت لها بقى ايه انا هفتح سمكيه عشان انا مصوره الفيديو والناس لازم تشوف. قالت لي عادي افتحي براحتك، وهي كمان حتى كانت واقفه وقالت لي ايه وهدوق، قلت لها وهدوقي طبعا. بصوا كده بفتح السمكيه بسم الله ما شاء الله، بنفتحها كده من ظهرها. اللي اسالني الفرق بين ظهرها وبطنها ايه؟ ما بتفرقش بين ظهرها من بطنها، بس الظهر فاهمه لما بفتحها من الظهر بيبقى الاحشاء من تحت كده، فما بتجرحيش في الاحشاء، وبيفضل فاهمين زي ما هي كده ايه بخير. بص اصلا بسم الله ما شاء الله اللحم عامل ازاي، بصوا بينك بينك ودايب. انتوا شايفين اللحم دايب ازاي؟ دايب دوب والله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، يعني انا ما احتجتش احف جامد، هو ما شاء الله دايب جدا جدا بجد، انا دايب دوب. ودي كان كل الحاجه عن الفسيخ النهارده. لو في اي سؤال عايزين تعرفوه اكتبوا لي في الكومنتات وهرد على اسئلتكم كلها، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات وكل الاوردرات اللي انا بطلعها. وقولوا لي ايه رايكم في الفسيخ بتاعي، واللي جرب فسيخي يكتب لي في الكومنتات كان رايه